تشكيل النادي الأهلي أمام نادي الإسماعيلي في الدوري المصري بعد ما عاد النادي الأهلي للدوري المصري مرة أخرى، بعد ما لعب نادي مازيمبي الكونغولي في بطولة أفريقيا مباراتين ورا بعض. مباراة في الكونغو وانتهت بنتيجة 0-0، ولعب في القاهرة والنادي الأهلي فاز بنتيجة 3-0 ليتأهل النادي الأهلي في بطولة أفريقيا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة الترجي التونسي الشقيق. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي. طبعا دلوقتي هقول لكم على التشكيل النادي الأهلي، وبعدين هقول لكم على اللاعيبة المستبعدة من اللقاء، وهقول لكم على اللاعيبة اللي مارسيل كولر هيريحها عشان خاطر طبعا الإرهاق في بعض الماتشات اللي عدت في بطولة أفريقيا. طبعا نخش الأول بالتشكيل. في حراسة المرمى طبعا هو تشكيل غريب يا جماعة، ما تستغربوش من الكلام اللي أنا هقوله، دي توقعات أني يعني جالي كلام إن في لعيبة ياما، في اتنين إما مش هيلعبوا مستبعدين، واحد مستبعد تمام. طبعا هيكون مفاجأة لكم كلكم، وفي يعني مش عايز أقول لكم يعني خمس ست لاعيبة من الأساسيين هيريحوا، فالواحد مستغرب جدا ومتخوف جدا. نخش الأول على التشكيل الأول. مصطفى شوبير اتنين دفاع، رامي ربيعة ناحية اليمين ومحمود متولي ناحية الشمال، أو العكس هما الاتنين في الدفاع، يعني رامي ربيعة ومحمود متولي. وينج يمين محمد هاني، وينج شمال عمر كمال عبد الواحد. تلاتة في خط الوسط أكرم توفيق ومروان عطية. عودة مروان عطية لأول مرة يا جماعة بعد الإصابة، عودة مروان عطية عودة حميدة يا مروان. أكرم توفيق مروان عطية وكوكا ثلاثي خط الوسط. ثلاثي في الهجوم بيرسي تاو أحمد عبد القادر وكهربا. طبعا يعني تشكيلة غريبة جدا، وانا طبعا متخوف جدا لان النادي الاهلي اصلا في الدوري يعني ما هوش ناقص ان هو حتى يتعادل ماتش عشان خاطر يخسر نقطتين. دلوقتي انا هقول لكم على اللعيبه اللي مارسيل كولر حابب يريحها، وهقول لكم في الاخر على اللعيبه اللي ما اكتملش شفاها لسه، هي جاهزه بس لسه ما اكتملش شفاها، وفي لعيبه مستبعده. هقول لكم على اللعيبه اللي هو حابب يريحها مارسيل كولر: محمد عبد المنعم، علي معلول، امام عاشور، حسين الشحات طبعا لسه ملعبش بس طبعا كان جاهز في المباراة الأخيرة، مش عارف هو جاهز ولا لأ. وسام أبو علي، وياسر إبراهيم برضو كان المفروض برضو إن هو يلعب بس بيقولك لسه مكتملش شفائه. يعني أنا طبعا معظم اللعيبة معايا اللي هما محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد مجدي قفشة، إمام عاشور، وسام أبو علي. الأربع لعيبة دولت المفروض هم دول الأربع لعيبة اللي تم راحتهم في اللقاء ده، وربنا يستر بصراحة. يعني أنت كده عندك في الدفاع رام ربيعة ومحمود متولي. أنا كنت أتمنى حتى يعني عودة ياسر إبراهيم يعني مع رام ربيعة حتى او محمود متولي، بس ياسر ابراهيم يخش واحد من الاتنين دولت من رام ربيعة ومحمود متولي يخش معاه. يعني حتى لا كده لا موجود لا ياسر ابراهيم ولا محمد عبد المنعم. بصراحة الواحد بيتخوف جدا في ماتش الاسماعيلي بصراحة، وربنا يستر. وكمان عمر كمال عبد الواحد غياب طبعا، علي معلول طبعا هيغيبه الإصابة طبعا عايز يريحه ويلعب عمر كمال عبد الواحد. بس طبعا كلنا عارفين عمر كمال عبد الواحد طبعا لاعب كبير وبيجيد في ناحية اليمين اكتر، وهو ملوش في حتة الشمال اوي ان هو يلعب في ناحية الشمال. وينج شمال ما طبعا مش مميزة عنده خالص. فطبعا كمان ربنا يستر كمان في خط الوسط. طبعا امام عاشور في المباراة الأخيرة نزل في آخر نص ساعة من المباراة، وطبعا جلب الماتش خالص. التلات أهداف بتوع الأهلي ما دخلوش، عمل اتنين أسيست والتلات أهداف ما دخلوش اللي هو كان في الملعب. وطبعا مش هيلعب كمان. وكمان في الهجوم وسام أبو علي مش هيلعب، كهربا هيلعب مفيش مشكلة، بيرسي تاو أحمد عبد القادر مفيش مشكلة برضو هيلعبوا هما الاتنين برضو جاهزين. الحكاية عندي كلها التخوف عندي كله من خط الدفاع. طبعا رامي ربيعة ومحمود متولي ملعبوش مع بعض، هما مش منسجمين مع بعض اصلا. فانا طبعا متخوف جدا من الحته ديت. وبعدين انت اصلا في الدوري اصلا انت يعني انت راح منك نقاط كتيره تمام. فانا كنت بصراحه كنت اتمنى ان النادي الاهلي ينزل بتشكيله احسن من كده امام نادي الاسماعيلي، حتى عشان خاطر نكسبه ونجرب شويه في الدوري. بس هو المدير الفني بقى هو أدرى.
عندك بقى محمد مجدي قفشه، ده استبعاد خالص من المباراة، يعني لأسباب، يعني مش أسباب فنية، هو استبعاد عشان خاطر تقريبا كان دخل في الأمور الفنية مع مارسيل كولر، وكان دخل بس مش اعتراض، هو مش مجرد إن هو اعترض، هو بس دخل كان عايز يعرف هيلعب ولا مش هيلعب، بمجرد بس ان هو دخل في نقاش او جدال مع مارسيل كولر. فطبعا مارسيل كولر طبعا استبعده خالص من المباراة. طبعا محمد مجدي قفشة لاعب محترم، من اول ما جه الاهلي لحد النهارده ما شفناش منه اي حاجة وحشة خالص. فان شاء الله هتكون بس جرسة ودن محمد مجدي قفشة، عشان خاطر بعد كده ما يتكلمش في اي حاجه، لان اصلا ده سيستم النادي الاهلي، اللي يلعب في النادي الاهلي ما يتكلمش لا هلعب ولا مش هلعب. انت بتجيلك الفرصه بتلعب، تستناها وخلاص، بس لما تجيلك الفرصة تمسك فيها بإيدك بأسنانك. ده بالنسبة للنادي الأهلي. هقول لكم التشكيل كمان مرة: مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أكرم توفيق، مروان عطية، كوكا، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، وكهربا. ممكن مثلا على حسب سير المباراة، لو لقى الأهلي مثلا متعادل مثلا أو خسران لا قدر الله، ممكن ننزل مثلا اللي ممكن ننزله، ممكن ننزل مثلا امام عاشور. هو كده كده امام عاشور هو جاهز، ممكن ينزله في الشوط التاني على حسب سير المباراة. لو لقى ان الاهلي يعني خلاص دخل في اوقات المباراة الحاجة، ولسه النادي الاهلي مثلا لا قدر الله متعادل او خسران ولا حاجة، ولازم ننزل حد، فاتمنى طبعا لو كان هينزل اي حد التبديل. طبعا النادي الاهلي طبعا ليه اي فريق طبعا ليه 5 تبديلات. انا شايف طبعا ان 5 تبديلات كافيه جدا، اللي انت ممكن تنزلها من بدايه الشوط الثاني في دقيقه 50 مثلا، من بدايه الشوط الثاني، انك لسه قدامك الشوط الثاني كله بال5 تغييرات اللي انت هتنزلهم، ان شاء الله يكون موفق فيهم. فباذن الله النادي الاهلي ب5 تغييرات اللي هو هينزلهم ان شاء الله، ان شاء الله ينزلوا يغيروا طبعا المباراة طبعا، والنادي وتكون لصالح النادي الاهلي. لو لا قدر الله الشوط الاول ما كانش لصالحنا، او يعني على الاقل خالص يكون مثلا التعادل، فينزل الشوط التاني مثلا ينزل 5 تبديلات، فالنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يكسب مباراة الاسماعيلي، ويقدر يجرب شوية في الدوري، لان طبعا بيراميدز 35 نقطة، اي نعم لعب مباريات زيادة عننا، بس انت لو كسبت ماتشاتك كلها هتبقى زايد بس عن بيراميدز نقطة واحدة. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، والاشتراك في القناه ده شيء اساسي، عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام. ختام.